السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. وكل سنة وانتم طيبين. طبعا هنبدأ معاكم ان شاء الله سنة جديدة، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم. وطبعا بقى هنبدأ مع بعض بقى المدارس. خلاص احنا هنبدأ ناخد معاكم اجازة نص السنة. انا عندي لولو خلصت بقى كده امتحانات وقعدت خدت اجازة نص السنة. عندي ميدو اللي لسه يمتحن ان شاء الله 12 واحد، ونبدأ ناخد مع بعض بقى الاجازة. وزي ما انتم شايفين بقى لميت بقى هدوم المدرسة بقى، قلت اغسلها بقى عشان عينها على جنب، عشان خاطر لسه بقى ميدو على ما يروح المدرسة يعني على يوم 12 واحد. وبتاعت لولو بقى هنشيلها بقى على الترم التاني بقى وعليكم خير. وزي ما انتم شايفين بقى بعد ما خلصنا بقى دخلنا على اوضه الاطفال بقى معاكم، عشان خاطر بقى زي ما انتم شايفين السراير عندي انا كنت نقلها قريب معاكم برضو، يعني من حوالي شهر شهرين كده. فقلت بقى الجو بدأ يبرد. فقلت عشان خاطر الاولاد وكده الجو ما يبقاش برد عليهم، عشان السرير اللي محطوط تحت الشباك بالطول بالعرض ده يعني بيجيب لهم هوا. فقلت اللي جوه اللي هو هينام هنا ده هو ده اللي هيتظلم. فعشان كده قلت لا، انا هجيب السراير كده العكس كده بالطول زي ما انا كنت حاطاه. ما انا كنت حاطه، انا من اول ما اتجوزت وانا بحط السراير بالطول تحت الشباك. فانا حبيت من فتره اعمل تغيير، فقلت احطهم بالعرض كده. بس بقى لما الجو بدأ يبرد قلت اللي هينام حرام بقى تحت الشباك بقى بالعرض كده، هيتظلم هيبرد. فعشان كده قلت بقى زي ما انتم شايفين، قلت اعمله بقى اعملهم تحت الشباك. اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين شلت بقى الملايات بقى كده. هي كده كده الملايات كانت عايزه تتغير، قلت اشيلها بقى تتغسل هي كمان. وهبدا بقى اشيل معاكم بقى المراتب دي. كان بابانا في الشغل بقى، واحنا دايما بنعمل بابانا في الشغل عشان هو بيفضل يقول لنا سيبوا السراير انقلها معاكم، عشان هو ما بيحبش السراير يعني ان انا اجرها كده وهي محطوط عليها الحاجه. بس انا بصراحه يعني في واحد زي كده اللي ورا ده انا هجره كده. يعني هشيل واحط، والمراتب بتطلع عينيا بصراحه. فعشان كده انا بشيلها. يعني في واحد اللي تحته الشنط ده انا بشيله، يعني بطلع من تحت الشنط واشيل المراتب وكده من عليه، لكن التاني بسيبه زي ما هو. زي ما انتم شايفين بقى دي الشنط اللي انا عاينه فيها الصيفي، دي الشنط اللي انا بطلعها في الصيف احط فيها الشتوي، وفي الشتاء اطلعها احط فيها الصيفي. اهو زي ما انتم شايفين، مع ان انا لسه يعني من حوالي شهرين عامله تحت السرير، عشان كنت زي ما قلت لكم كنت بغير. بس للاسف الجو بقى بيلم تراب غباء. وزي ما انتم شايفين بقى كده انا جبتهم بقى وحبيت اعملهم جنب بعض. يعني هي شكلها غريب، اول مره اعمل كده، بس قلت اجرب عشان خاطر عشان الجو ساقع وكده. فقلت اجربها، ولو كده ممكن بعد كده يعني ان انا اجيبه الناحيه دي واحد الناحيه دي واحد الناحيه دي، واسيب مكان في النص ده كالعاده يعني. فده ما يعني مش هيخسرني حاجه. فقلت اجربه. بس زي ما انتم شايفين بقى كده هبدأ بقى احط الملايات بقى. وطبعا هحط حافظه سوري دفايه واحده، عشان خاطر انا عندي الدفايات انا كنت جايباهم هم يعتبروا مش دفايات اطفال، يعني مش اللي هي عليها رسومات وكده، لا دي دفايات سراير عاديه كبيره. لما رحت اجيبهم من العتبه ليه بقى، احنا الاولاد بعد كده بيكبروا وما بيحبوش الرسومات دي. يعني انا ما حبيتش ايد نفسي ببتوع الاطفال عشان كام سنه كده، وهلاقي ان ربنا يسهل يعني ان شاء الله، وهلاقي ان الاولاد كبروا. يا ربنا يخلي لكم اولادكم كلكم ويدي كل مشتاق يا رب، ما يحرمش حد من النعمه دي. وهبدا بقى هيقولوا لي يا ماما لا احنا كبرنا مش عايزين حتى الملايات دي. انا ما بقيتش اعمل ملايات عليها رسومات اطفال قوي. يعني انا حابه بعد كده اما ما اجيبش رسومات اطفال قوي، عشان هم نفسهم شويه وهيكبروا ويقولوا لنا لا مش عايزين الرسومات دي. او زي ما انتم شايفين بقى كده هحط دفايه واحده على السريرين عشان هي كبيره قوي، هي تعتبر السرير الكبير. وبعد بقى ما خلصنا بقى قلنا بمناسبه الساعه دي نعمل بقى النهارده، نعمل محشي. ما هو ساقعه، لا اما عدس لا اما محشي. وطبعا انا عندي المعظم ما فيش الا هو ميدو عندي اللي بيحب العدس، يعني المعظم ما بيحبش العدس، ولا لانا ولا بابا ولا انا. فعشان كده قلنا بقى نمشيها للاغلبيه بقى النهارده، نمشيها محشي كرنب. وميدو على فكره بدأ ياكل محشي كرنب الحمد لله. فخلاص بقى كلنا بناكل محشي كرنب، فنعمل بقى النهارده محشي كرنب. هنبدأ بقى نقور مع بعض الكرنبية كده. زي ما انتم شايفين انا بشيل الراس بتاعتها، حتى انا شلت الراس بتاعتها قبل ما اجيبها، خليت الراجل شال الراس بتاعتها عشان انا اعملها يعني في نفس اليوم، فخليته شال الراس بتاعتها. وعشان خاطر بقى يعني ما افضلش شايلها في عجله الخضار تدخل في عجله الخضار يعني، خليته شال الراس بتاعتها. وهبدا بقى اشيل القلب بتاعها كده اورا عشان اسلقها.
وبعد كده زي ما انتم شايفين الميه غليت، وعندي طبق تاني محضره على جنب كده عشان اطلع فيه الكرنب المسلوق. اول حاجه بعد ما الميه غليت رحت حاطه بقى ايه شويه ملح كده، ورحت نازله بالكرنبايه على وشها زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى جايبه حاطه حله ورا كده اهي زي ما انتم شايفين. ونزلت بقى بعد ما الميه غليت برضو نزلت بالفرخه وحطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر. وللاسف ده كله انا بصور وانا مش واخده بالي اصلا ان الموبايل بيصور بالطول، يعني هي المفروض بالعرض، فانا صورت بقى بقيه الفيديو كله يعني بتاع اوضه الاطفال كان كله بالطول بالعرض، لكن الفيديو ده بقى بقيته بتاع المطبخ كله كان بالطول اهو زي ما انتم شايفين بقى كده. هبدأ بقى بعد ما قلبتها على ظهرها بقى كده اهو. وبعد كده ابدا اطلع بقى كده في الطبق اللي هو ايه جنبنا بميه ساقعه عشان خاطر ما تتهريش مننا، يعني احنا لازم نطلعها في ميه عشان ما يتهريش، عشان خاطر الكرنب للاسف ما بقاش يستحمل. وزي ما انتم شايفين بقى كده انا حطيت الاول الجزء اللي بره، والورق اللي فاضل بقى هحطه برده وكمان اسلقه اهو. ونبدا بقى نخدع بعد ما سلقنا بقى الكرنبه. هبدا بقى ايه جبت بصلايه حلوه كده او بصلتين كده قطعناهم حتت صغننه كده، ونزلنا بقى بشويه زيت، وهننزل بقى بمعلقه سمنه بقى، السمنه اللي بقت ب160 وب140 دي يعني السمنه الصفرا. يعني انا زي الايام دي كنت بخزن سمنه لسه والله ما جبت سمنه، يعني انا سالت عليها بس لسه عايزه ابدا اجيب، بس للاسف بقى مش هنجيب زي السنه اللي فاتت اللي هم الفلاحين اللي بيجوا دعوم بالسمنه. قالت لي الكيلو اللي هو البقري اللي هي الصفرا البقري ب140، واللي هي الجاموسي البيضه ب160. وبعد كده زي ما انتم شايفين بقى شوحنا البصله تشويحه بسيطه كده، انا ما بسيبهاش لغايه ما تغير لون، تشويحه بسيطه. ونزلت عليها بالطماطم بقى كده، وطبعا ما حطيتش اي توابل الا بعد ما التخديعه اتخدعت. وزي ما انتم شايفين بدأنا حشينا اهو، وهنبدأ بقى ايه نحط الشوربه بتاعته. اول حاجه بقى كده بعد ما حشيتها هي الحله، هبدأ بقى احط شويه ملح على الوش كده، وابدا احط بقى الشوربه بتاعه المحشي. طبعا محشي الكرنب بيتحط بنفس السوا، يعني الشوربه بتاعته بنفس السوا، غير ورق العنب غير البتنجان. ورق العنب بيبقى اعلى شويه، وغير البتنجان نفس سوا المحشي الشوربه. وهبدا احط بقى كمان طبق كده اهو زي ما انتم شايفين عشان المحشي ايه ما يبقى ما يفرفطش ولا حاجه، يفضل زي ما هو كده او زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اغطي عليها اهو، وتفضلوا بقى معانا احلى محشي طبعا في السقعه ده هو محشي الكرنب يا بلاش. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين خلصنا بقى ايه حمرنا الفرخه بتاعتنا الحلوه دي. وهبدا بقى معاكم وافرغ بقى المحشي كمان. اتفضلوا بقى كمان الكرنبيه اصلا من قبل ما اسلقها كان لونها جميل كده. انا بحب الورق المخضر دوت، مش اللي هو الابيض المصفر ده، لا فيه سنه خضار ده بيبقى طعم الكرنبيه جميل. وبكده بقى نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. واللي مش مشترك عندنا فضلا وليس امرا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا الجديد مننا، واللي مشترك ومش بيوصلوا اشعار يلغي الاشتراك ويشترك تاني ويفعل الجرس عشان يوصلوا اشعار بالفيديو بتاعنا. والسلام عليكم.